في السياق ذاته أشرفت مديرية توزيع الكهرباء في جيجل على ربط كل المشاريع المدرجة من طرف مديرية الفلاحة بالطاقة الكهربائية دون إلزامية تسديد المستحقات مسبقا، حيث بلغت نسبة الربط 100% منذ انطلاق العملية سنة 2021. التغطية لصالح تامو. قامت مديرية التوزيع بجيجل بربط 438 مستثمرة بالكهرباء موزعة على عديد بلديات الولاية، بحيث بلغت نسبة ربط المستثمرات الفلاحية 100% بغلاف مالي يقدر 40 مليار سنتيم. وتجدر الإشارة إلى أن 438 مستثمرة أشغال الربط منتهية بطول شبكة تقدر ب 110 كيلومتر، وعملية الربط ستبقى متواصلة لتمس الفلاحين الذين تتوفر فيهم شروط للاستفادة من التموين بالطاقة الكهربائية. الله غير فرجوا علينا صونا الغاز المرة هذه، يعني غير الحمد لله نحاو علينا واحد التعب واحد العذاب يعني ما كنتش تصوروا، ولينا يعني تنحى بزاف المازوت ليسونس، تعرف الموتور ساعه اون بان ساعه كذا، دروك بالتريسيتي ميم لا بريسيون تاع الماء ومام البير يكون غميك تقدر تطلع منه بلا بو. هذه الحمد لله تحتاج الماء وبالتريسيتي والله الحمد لله نسكيو في اي وقت. بفضل التوصيله هذه يعني زدت تطورت في المزرعه هذه، هي لانها مزرعه بيولوجيه فيها شجار مثمره وفيها مشروع نتاع تربيه السمك المدمج مع الفلاحه، يعني ولولا الكهرباء يعني كان يكون فشل، يعني فشل كبير، لكن الحمد لله بعد التدخلات تاع المسؤولين وعلى راسهم سياده والي الولايه اللي تفضل بزياره للمنطقه والح على توصيل الكهرباء للمستثمرين والفلاحين الموجودين هنا. فالحمد لله راح نزيدوا نفكروا باش نوسعوا ونستثمروا اكثر ونجيبوا افكار متطوره للمشروع الفلاحي. إلى غليزان، حيث قام مجموعة